السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين. اليوم نشارك معكم واحد الغديوه ديالي، غديوه صيفيه، وقلت علاش لا اللي ما نشاركاش مع بنياتنا ووليداتنا المبتدئين. أمة المغربيات تبارك الله ما شاء الله عليهم، راه كلهم كيعرفوا كيفاش يطيبوا، وكلهم طباخات ماهرات ما شاء الله. وهنايا غنبداو في الغديوه ديالنا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي ندير البروكولي، غادي نسلقوه. هنايا البنات غليت الماء باش كيبقى عاطينا هذاك اللون الزوين. البروكولي كنغلي الماء حتى كيغلى، وكنحطو فيه 3 دقائق حتى 5 دقائق، وكنجيب واحد البغل فيه الماء بارد من الثلاجه، وكنديرو فيه باش يبقى عاطيني هذاك اللون الزوين البنات. هنا البنات خاص الماء يكون بارد كيف ما قلت لكم، وكنهزو البروكولي من الماء اللي غلينا فيه، وكنحطوه في الماء اللي درناه من قبل في الثلاجه، اولا نديرو لي كلاصون ولا شي حاجه اللي موجود عندنا باش يبرد لنا داك الماء، باش كيبقى عاطينا هذا اللون زوين. المهم كيف ما شفتوا هذا هو البروكولي ديالنا. هنا عندي واحد شويه ديال الميرنه اللي غسلتها من قبل وخليتها حتى تسقطرات مزيان كيف ما شفتوا. وغادي ندير لها واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الابزار، وغادي نخلطها ونخليها واحد شويه حتى نوصل ليها. المهم هنايا كيف ما شفتوا راه غندير حتى شويه الابزار كيف ما شفتوا. وهنا كنقول لكم اللي ما مشاركش معايا في القناه يشارك معايا فضلا وليس امرا، واللي تفرج في الفيديو خلينا تعليق زوين وواحد اللايك فضلا وليس امرا. كنلقاو المشاهده واللايكات ما تلقاوهمش. المهم هنايا عندي واحد شويه ديال الدنجال اللي قطعته، ودرت ليه واحد شويه ديال الملح حتى هو والابزار، وغنخليه يطلق هذاك الماء ديالو، ومن بعد غندير ليه واحد الخليط فاش غنقليه. وهانتوما معايا غتشوفوا كيفاش درت ليه. دابا البنات ولا الصيف ولا سميتو بنادم صافي المرقه، الوليدات متلاوش بغاو علينا، ما خصنا ضروري من القليان شويه. مره القليان كنعرفوه شويه مضر، ولكن مره نديروا للوليدات شي حاجه بحال هادي. المهم هنا كندير البنات الفور غير ابيض، وكندير الابزار، وكندير شويه ديال الملحه، وكندير شويه ديال الخرقوم عرق، وشويه ديال خميره ديال الحلويات. هاد الخليط كيجيب الدنجال ديالنا كيجيبو زوين، وكيجيبو مقرمش وما تيخليهش يشرب الزيت، كيجي هائل. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه ان شاء الله. المهم هاد الطريقه كتجي زوينه البنات. غادي نخلط هاد الخليط مزيان. من غادي نكمل فيه العناصر كامله كنخلطوه حتى كيولي بحال الشكل ديال البغريره البنات، ما تخليوش جاري وما تخليوش عاقد. المهم هذا هو الشكل ديالو كيف ما شفتوه. رانا حيدته من الزلافه ودرتو فواحد البول كبير باش نلقى كيفاش ندير هاد الدنجال ديالي. المهم هنا سخنت الزيت ودرت الدنجال يتقلى على هاد الشكل هذا، وهانتوما تشوفوا كيفاش جا هاد الدنجال، جا زوين وهائل البنات. وهنا عندي غندير واحد الشلاضه غنقطعها عشوائيه البنات، فيها بصله وفيها هنا واحد شويه الفكوس اللي غادي نقشرو، وغادي نقطعو دوائر، وبصله حتى هي غادي نقطعها، ومطيشه حتى هي غادي نقطعها صافي. وهذه هي الشلاضه ديالنا. وهنا البنات الحوت انا ما كنديرش الدقيق الابيض، درت ليه هنايا واحد شويه ديال الملح والابزار في الدقيق. هنا كندير الدقيق سبيسيال البنات، القمح سبيسيال. اللي ما عندوش القمح وبغى يدير السميده حتى هي كتجي زوينه، ولكن بالقمح كيجي زوين. المهم هنايا غادي نخليه حتى نكمل الدنجال ديالي وغنبدا نقلي فيه. هذه هي الشلاضه اللي قطعت عشوائيه كيف ما شفتوا. المهم غندير لها غير شويه الحامض والملح والابزار. وهذا هو الدنجال ديالنا البنات، جا على هذا الشكل هذا. ما نعاودش لكم كيفاش جا من الداخل، جا غزال تبارك الله.
وهذا هو البروكولي ديالنا، حطيت منه هاد شويه البنات. انا درت البروكولي كامله، عندي فيها شي كيلو وربع تقريبا، ما درتهاش كامله، سلقتها كامله ودرتها في هاد السوبيره هذه اللي فيها هاد الشبكه هذه كتبقى تسقطر، ودرتها في الثلاجه غدا ان شاء الله ناخذ منها. المهم هذا هو الحوت ديالنا اللي قليته وجا على هذا الشكل هذا زوين. هنا سلقت واحد شويه ديال البطاطا، شكون اللي كيعجبو بحال هاد البطاطا الصغيره، كتحمقني انا هاد البطاطا الصغيره. صافي درت لها غير شويه ديال البصله وشويه ديال الابزار والملحه. والحوت ديالنا هو هذا، ملي كملته كامل جا على هذا الشكل هذا ومقرمش. صدقوني البنات بهاد الدقيق سبيسيال كيجي الحوت زوين. وهنا البنات في الاخر درت لهم هنايا واحد شويه ديال الشرموله. عندي هنا غير فلفله حمراء البنات، ما عنديش الخضراء، ودرتها مع مطيشه. درت شويه ديال التوابل. وهذه هي الغديوه ديالنا، وهذه هي الغديوه ديالنا كيف ما شفتوا. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. هي هذه الغديوه ديالنا، غديوه صيفيه ملقت الحال. وهنا كنقول لكم مرة أخرى، اللي مشارك معايا في القناة مرحبا بيه، واللي مشاركش معايا في القناة حتى هو نقول ليه مرحبا بيك. وخليونا لي لايك وتعليق زوينين فضلا وليس أمرا، كيف ما كنقول لكم دائما. الله يجازيكم بخير. واللي تفرج يخلي لنا واحد اللايك، واحد البصيمة زوينة. وهنا غنخليكم مع هذا الفيديو وغنقول لكم مع السلامة.